مهما كان عندك من جزم بيفضل عندك جزمه مريحه، الجزمه المفضله بالنسبه لك، وبتبقى رجلك واخده عليها كده، وانا شخصيا بحسها بتليق على كل حاجه. الجزمه دي انت بتفضل تلبسها لحد ما تهلك، وبتفضل متمسك بيها لحد اخر لحظه. الجزمه دي شافت معايا ايام كتيره قوي، لعب كوره، امتحانات، لف على شغل، وحتى خروج. لكن للاسف عند نقطه معينه خلاص عمرها الافتراضي بيخلص، والواحد بيضطر يدور على جزمه جديده تحل مكانها. من ساعه لما فكرت في دماغي بس، حتى ما قلتهاش بصوت عالي، الفكره جات لي واعلانات الجزم هرياني على الانترنت. لقيت اعلان لجزمه مصري اسمها منترا، جزمه انا شفتها بتتباع بره بس ما كنتش اعرف ساعتها انها مصر. في قلب المنطقة الحرة بمدينة نصر، مئات من المصانع بيشتغل فيها أكتر من 70,000 مهندس وعامل بيصنعوا منتجات من الإبر للصاروخ. وآخر مصنع بينضم للمصانع دي السنة اللي فاتت بس هو مصنع منترا اللي بدأ بمصنع صغير قوي من حوالي 30 سنة، والنهارده بقى بينافس شركات عالمية، والمنتجات بتاعته بتتصدر لأوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية. فكرة صناعة الجزم بدأت من زمان قوي، بالذات الجزم بتاعت الجري، عشان الإنسان لازم يجري. كان الأول بيجري من الوحوش، وبعدين بقى بيجري التراك، وبعدين بقى بيجري ورا الأتوبيس، وبعدين بقى بيجري ورا أكل عيشه. المهم أول جزمة اتعملت للجري بشكل حصري كان في سنة 1852، عملها مؤسس شركة ريبوك. كانت جزمة تقيلة وغير مريحة بالمرة، ما تتلبس، بس بالنسبة لهم كانت طفرة. في سنة 1920 قدر أدولف داسلر اللي كانوا بيختصروا اسمه ويدلعوه بأدي داس إنه يطور الجزمة دي بشكل كبير، وفي 1948 لزق 3 حتت من القماش عشان يقوي الجزمة، ومن غير ما يقصد اخترع أشهر 3 خطوط في التاريخ، خطوط شركة أديداس. وبعدين أدولف داسلر اختلف مع أخوه كان اسمه رودولف، وافترقوا، والسبب مش هتصدقوه، مراتاتهم كانوا مرقدين لبعض. وبسبب المشاكل الكتير قرر رودولف انه يبعد ويسيب البيت الكبير للاخين، وكمان لانه كان شايف انه دخل الجيش بسبب اخوه. ولما رجع من الخدمه العسكريه اسس شركه بوما، واستمر التطوير في شكل ومواد الخام بتاعت الجزم الرياضيه بشكل عام. وشافت الفتره دي جزم ايقونيه زي النايك اير جوردن، وكمان الريبوك بامب. وعشان كده وفي ال10 سنين اللي فاتوا بدات الشركه تشتغل على تصميمات جزم الرياضه، وتعدل عليها وتشتغل تاني لحد ما بقوا بيقدموا منتج ناجح ومسمع جدا، مش بس في مصر لكن كمان في أكبر أسواق أمريكا وأوروبا. مصنع منترا قدر بالفعل إنه يجمع ما بين الجودة والسعر ومن غير ما يتنازل عن الراحة. طبعاً أنتم مدركين سوق الأحذية الرياضية في العالم والمنافسة فيه عاملة إزاي، براندات عالمية وحوش يعني، بس إحنا طلع عندنا براند بيطلع جودة بتنافس كل البراندات العالمية دي، وبعملية تصنيع مبهرة، وكلها بتبدأ بفكرة. بينافسوا في السوق العالمي ب4 أنواع من المنتجات المختلفة، ولكنهم بيتفننوا في صنع الجزم الرياضية. الجزء ده من المصنع ممكن نسميه حقل التجارب، مكان الاختراعات. المصممين بيفكروا ويطلعوا بشكل جزمة جديد وبيعملوا منه عدد محدود جدا علشان يتجرب.